طب موافق على اللي عمله امام عاشور؟ لا، انا مش موافق على اللي عمله امام عاشور، ليه؟ لان اللي عمله ده مش كويس. انت مالك انت؟ انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص. طب ما تقول لنفسك الكلام ده. باختصار يا عزيزي، الحضري خرج في فيديو مع الصقر وقال العميد الاصل اهو. فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش. هو مش الصقر هو العميد الاصلي فعلا؟ مساء الفل عليكم. بمشاركة الزمالك والأهلي وسيراميكا وبيراميدز، السوبر المصري سيقام في الإمارات في شهر نوفمبر القادم. الإمارات هي طلعت مرفضتش استضافة السوبر المصري بسبب الأحداث الأخيرة زي ما البعض كان بيردد في الأيام اللي فاتت. أتمنى كل مشكك ومروج للإشاعات ياخد جنب بقى ويعقل شوية، ولما يحب يفبرك خبر يقول كلام معقول عن كده. يعني أنا مثلا لما أجي أقول لدونجا الحقيقي البرازيلي إني بهنيه على فوزه بأي شيء كان، يبقى فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش. هل ده يقلل من نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك؟ لا. هل يقلل من محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز؟ لا. هل مفروض أي دونجا منهم يزعل؟ لا طبعا. تخيل بقى لما مفيش دونجا منهم يزعل وتلاقي إعلامي تاني هو اللي زعلان. طب انت مالك أساسا بموضوع زي ده؟ وإيه دخلك فيه؟ انت مالك انت؟ انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص. طب ما تقول لنفسك الكلام ده. باختصار يا عزيزي، الحضري خرج في فيديو مع الصقر وقال العميد الأصل اهو. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش. هو مش الصقر هو العميد الأصلي فعلا؟ فيقوم يطلع بقى من يدعي إنه أكبر إعلامي في مصر ويدي نصايح لأحمد حسن والحضري ويقول لهم بلاش نستفز حسام، وبيديهم نصايح علني على الهوا. يقوم الصقر يسكت؟ لا طبعا. عصام الحضري يسكت؟ لا طبعا. نشروا الاتنين بوستات روقوا فيها. يقوم يخرج من يدعي إنه أكبر إعلامي رياضي ويقولك لا تخاطب الجاهل. طب مش هو أنت برضو اللي بدأت الحديث يا معلم؟ وبعدين انت ايه اساسا دخلك في موضوع؟ ومين عينك مصلح اجتماعي؟ ويا ترى لو كان الانتقاد ده منك لحسام كان برضو هيبقى ده رأيك يا بتاع كيميكا؟ هو النهاردة اللي بيحصل ده أصبح ما يصحش، ولما خرجت انت وانت نائب رئيس الاتحاد تنتقد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة اللي انت النائب بتاعه وطلعته مسرح، كان ده عادي وقتها ويصح ويجوز؟ شايف ايه في موضوع امام عاشور؟ عمل حركه مش كويسه خالص امام عاشور. طب موافق على اللي عمله امام عاشور؟ لا، انا مش موافق على اللي عمله امام عاشور، ليه؟ لان اللي عمله ده مش كويس. هو ايه بقى اللي عمله امام عاشور؟ من اسبوعين ان هم بيكلموه عشان يجي احمد يحيى عشان يجي تعديلات التفاوض على تعديل عقد امام عاشور. حلو. قال لهم انا سبت امام عاشور. ايه؟ قال لهم انا سبت امام عاشور. وطبعا سألوه مين وكيله دلوقتي؟ قال لهم ادم وطني. مين؟ ادم وطني. طب وده معناه ايه؟ اللي عملها امام عاشور معناها انه عاوز يمشي. معقول؟ ويمشي. خلي بالك من حاجه، كل الاحترام والتقدير، لكن لما تحب تمشي مع الف سلام الاهلي ما بيقفلش. فانك تروح لوكيل لاعبين الاهلي واقف التعاقد معاه دي رساله لها دلالات ومعاني كبيره. لكن امام زعل الناس في النادي الاهلي. والله معاك حق، انا بس مش عايزاك تتك قوي كده وتقول له امشي، لان الاهلي حرفيا ملط من غير امام عاشور. يا عزيزي، امام عاشور هو اللي جاب للاهلي الدوري السنه اللي فاتت بعد ما كان بعيد عن احلام جماهير الاحمر. فبلاش بقى تعلن ان الاهلي مش هيجدد لامام لمجرد عدم التعامل مع ادم وطني. الاهلي هيتعامل مع الجن الازرق عشان يجدد لامام عاشور. وبعدين اللي خلاهم تغاضوا عن الغنوه الرومانسيه اللي غناها امام في غرفه خلع الملابس وضموه ما يخليهمش يتعاملوا مع ادم وطني عشان يجددوا له؟ انت بتهزر يا انكل ولا ايه؟ امبارح كان لاعب الزمالك يطلب الرحيل بسبب ازمه دجله اللي ما كانش ليها علاقه اساسا بالخبر، والنهارده لاعب الزمالك يهدد بالرحيل، ولما تدخل الخبر تلاقي الوطن يقصد عبد الحميد معالي. لكن الحقيقه انا منبهره لان الوطن بيطور من نفسه. خبر النهارده اكتر واقعيه من خبر امبارح اللي ما كانش يمت للواقع باي صله. انا مبسوطه بالتطور ده، لكن بعيدا عن اني ما اشتريتش الخبر ده ولا شايفه انه حقيقي بالمره، الا انه ملفت وممكن قوي يلفت نظرنا لنقطه مهمه جدا خلينا نناقشها ما بينا، ومش عايزين نعرف الاجابه عليها من مسؤولي الزمالك. بالمناسبه احنا بنحاول نناقشها ما بينا كده كزملكاويه. عبد الحميد معالي اللي الوطن بيقول انه طالب الرحيل شارك في مباراه وحيده لبعض الدقايق
وكان مؤثر بشكل ملحوظ، وتحركاته وبساطه ولمساته وتحولاته من الدفاع للهجوم كانت بتفكرني بمصطفى فتحي في بداياته مع الزمالك، وده مؤشر يخليك تحس انك في انتظار نجم كبير خلال الفترة اللي جاية. لاعب محتاج ياخد بعض الدقايق وتدفع بيه دايما كبديل، ينزل فريش ويغير لك نتيجة أي مباراة بمهارته الخاصة ولمساته السحرية وتحركاته الغير تقليدية. لكن الغريب والعجيب بالنسبة لي كان استبعاد معالي بعد مشاركته الأولى اللي من رأيي أبلى بلاء حسن من خلالها. العادي إنك لما تشارك لاعب وتلاقيه عنده إمكانيات كبيرة إنك تديله دقايق أكتر، أو على الأقل تشاركه كبديل وقت اللزوم ووقت ما تحس إنك محتاجه. يجوز يكون خوان ألفينا محتل المركز ده، وفريرا شايف إنه يقدر يلعب ال90 دقيقة بدون ما يتأثر مستواه، وده شيء جميل ورائع. لكن لو هو ده فكر فريرا، يبقى ليه بيستعين أحيانا بلاعبين غير جيدين لمجرد إنه شايف إنه كده بيجهزهم، وعايز كل لعيبته تبقى رجلها في الملعب؟ يعني مثلا لو ألفينا مفروض ما يخرجش من الملعب ومش مهم إننا نجهز معالي، يبقى بنفس المنطق مفروض برضو بنتايج ما يخرجش من الملعب ومش مهم نجهز فتوح، لأن فنيات بنتايج النهاردة وجاهزيته الفنية والبدنية أكبر بكتير من جاهزية فتوح، وبالتالي مش مفروض نشوف فتوح في الملعب. لكن لما نسألك عن مشاركة فتوح تقولي لازم يكون جاهز، ولما نسألك عن مشاركة معالي اللي انت مقعده في المدرج تقول ألفينا أفضل. أتمنى في الفترة اللي جاية يجاوبنا فريرا في الملعب عن كل الأسئلة اللي بتدور في عقولنا، ويثبت لنا إن السيد ميم عين مش هو اللي ورا الإصرار على مشاركة فتوح في وقت فيه فتوح مش جاهز لا بدنيا ولا فنيا. المدير الفني عادة هو اللي بيشيل الليلة، والفوز بيحسب له والهزيمة بتحسب عليه. فأتمنى إن الآراء داخل المجلس أو خارج المجلس ما تأثرش على قرارات فريرا الفنية بعد التوقف، لأنها أثرت جدا على قراراته قبل التوقف ودفعته تمن هزيمة دجلة اللي أنا شخصيا شايفة إنه يتحملها كاملة مكتملة. والله ما حد هيشيل الليلة معاك، وتعثر تاني وهتلاقي الكل بيطالب برحيلك، وهيتقال عنك فاشل حتى وإن كانت كل قراراتك مش من دماغك. أقولك اللي نصحك بمشاركة لاعب هو أول حد هيهاجمك وهيقول عنك فاشل. أنا كنت أتمنى إن في ظل الاستقرار الإداري ده كان يبقى على رأس القيادة الفنية جوزيه جوميز أو جوسوالدو فريرا، لكن مش فاهمة ليه دايما بنتعاقد مع الناس الصح في الوقت الغلط. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.